برشلونة يدخل هذا الموسم مع آمال وطموحات جديدة. مباراة أولى بالتأكيد لها حسابات كثيرة، لأن البداية ستنعكس على حالة وروح الفريق وحتى الثقة بين الفريق والمشجعين. كل شيء رائع في هذا اللقاء، الكل مستعد من أجل المباراة ومن أجل الاستمتاع بما يحدث في الملعب. والآن مع انطلاقة المباراة، النصر في مواجهة برشلونة. راؤول، جواو نيفيز يقطع الكرة. جواو نيفيز حاول القيام بالكثير من الأمور في نفس الوقت، بالتالي فقد الكرة. الفرصة خطيرة، لا بعيدة جدا على المرمى. المساحة كانت موجودة واستغلها الفريق بشكل مثالي في التقدم، وأثبت أن عنده سرعة كبيرة في التحول.
وصلت إليه في طريقة إلى المرمى. هذه كرة موجود هنا لقطع الكرة، يشتت الكرة بعيدا. يلعب كرة على اليسار، ضغط كبير يساعده في استعادة الكرة. عندما يكون هازارد في يومه يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم. تدخل الساعة، تسديد، هدف لبرشلونة. هذه لحظة فيها سحر خاص، هذه لحظة يظهر فيها جمال كرة القدم. برشلونة يتقدم في النتيجة الآن. تقدم جاء في لحظات مهمة جدا من عمر المباراة. التركيز الآن ضروري حتى لا يرتكب الفريق أي خطأ. جواو نيفيس يقطع الكرة بشكل رائع. لعب جيدا لكن الاعتراض كان رائع. فيها مغامرة هذه الكرة. إرسال كرة طويلة للأمام. واحد على واحد، جاريث بيل. الله على الكرة في المرمى، روعة واحتفال جميل ومشاعر طاغية. يا لجنون كرة القدم. الآن نعود وإياكم للبداية بعد تعادل سريع جدا في هذه المباراة. العرضية كانت رائعة وبالسرعة المناسبة، وبالتالي أسيست رائع لهذا الهدف. هجمة مرتدة رائعة بمجرد الحصول على الكرة، تيك تاكا، ثم بعد ذلك يصلون. والمحاولة الأولى مرة أخرى، حارس كبير يثبت أنه حارس كألف. لقطة غير عادية وتصدي رائع جدا من الحارس. برشلونة يحصل على الركنية الأولى في المباراة. يلعبون ركنية قصيرة. هازارد. النصر يتطلع لاستغلال الهجمة المرتدة. الخطورة الآن في الجانب الآخر. ساكا يعتمد هنا على الهجمات المرتدة في اسلوب لعبه. يحاول استغلال المساحات اللي يتركها الخصم في الخلف وينقل الكرة بسرعة من الدفاع الهجوم. طبعا التحول السريع من الدفاع الهجوم راح يسبب مشاكل للدفاع، ويكون هذا هو مصدر الخطورة الدائم بالنسبة له في الملعب. قوية من راؤول. أي تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى. كانت محاولة جيدة على المرمى. ركنية رقم 2 بالنسبة لهم. النصر يحاول أن يخلق فرصة خطيرة الآن. هذه هي كرة القدم. داروين نونيز. هازارد يسدد كرة. الله على هذا التصدي. هازارد لم يحسب المسافة بالشكل المناسب على ما يبدو، ولهذا خرجت الكرة ولم تسبب أي خطورة على المرمى. وفي هذه اللحظة صافرة حكم المباراة لإعلان نهاية الشوط الأول. أظهر الفريقان رغبة كبيرة في هذا الشوط. التعادل يوضح أن كلا الفريقين يرفضان الخسارة. شوط أول ينتهي بنتيجة التعادل بين الفريقين. شوط أول ظهرت فيه الندية والشراسة من الفريقين، وأصبح واضحا هنا أن تحقيق الفوز لن يكون سهلا. Substitution in progress. برشلونة يستأنف الشوط الثاني بركلة البداية.
برشلونة قرر التغيير بين الشوطين. ماذا ينوي المدرب؟ ماذا ينوي هذا اليوم؟ هل سينجح؟ تسديدة جميلة، تمركز أهم صفة للمدافع. توقع ممتاز هنا، ضغط قوي وينجح في استعادتها. بينية جميلة، يوهان كرويف، جميل الكرة، إبعاد ناجح للكرة. كامافينجا، وصافرة وخطأ موجود بعد تدخل. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر ستكون بطاقة ربما حاضرة. ربما ليس في هذه المرة. مسافة بعيدة جدا من أجل تسجيل أو تسديد الركلة الحرة. ليونيل ميسي يلعبها خلف الدفاع. هذه كرة جول، خلاص غاب التركيز. يحصل على المساحة، والآن فرصة نشوف الفرصة. تصدي رائع جدا من الحارس، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات. يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. البينية حلوة الآن، تمريرة بدون عنوان، يحاول اختراق الدفاع بالتمرير. راؤول، ما الذي حدث هنا؟ نشوف تمريرة للأمام. ميسي، يتوقف اللاعب الآن، سيتم إجراء تغيير. يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. تمريرة رائعة هنا، يبعدها عن مناطق الخطورة. تحية كبيرة على روح الفريق العالية ورغبته في تحقيق الانتصار. الاستمرار في المحاولة أمام المرمى حتى الدقائق المتأخرة. تروح الآن جميل، هذه فرصة. جواوني، يلا شوت. يحاول مرة أخرى، يرسل كرة بعيدة عن مناطق الخطر. الآن في فرصة من أجل التقدم في الوقت القاتل. من المهم التركيز من أجل استغلال أي فرصة متاحة. يوهان كرويف، تيمبر، تدخل بدني قوي لاستعادة الكرة. الآن يأخذ المبادرة، موجود لإبعاد الكرة. تنطلق الصافرة، انتهت المباراة إذن. حالة من الرضا عند الفريقين، عند المدربين على هذا التعادل. هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد. الرغبة الهائلة في تحقيق الفوز، الروح القتالية، الإصرار، المستوى العالي، الفرجة، المتعة، اللمسات، الكعوب، المهارات.